ايه اللي هيحصل لو سوبرمان البطل الخارق الطيب اللي بيحب كل الناس يتجنن وما عندوش اي حاجه يخسرها؟ كل اللي في دماغه هو الكراهيه والانتقام ضد العالم كله. بيبدا القصه لما سوبرمان بيعرف ان مراته حامل، بيسمع منها نبض قلبين مش قلب واحد، فبيتوتر وبيبقى فرحان جدا جدا ومش عارف يعمل ايه، خايف مش فاهم الوضع اللي هو فيه. فبيروح يقابل باتمان وبيقول له ان هو عنده حاجه مهمه جدا عايز يقولها له. فباتمان بيقول له ان لويس لين مراتك حامل. سوبرمان هيتفاجئ ويقول له انت عرفت ازاي حاجه زي كده؟ باتمان بيقول له ان دي تاني مره يشوف فيها خايف ومرعوب بالشكل ده، وان ايده عماله تترعش، وان المره الوحيده اللي يشوف فيها كده كان بيحارب شرير اسمه دومز داي، الشرير بتاع سوبرمان. فسوبرمان هيقول له ان هو عايز باتمان يبقى الجاد فازر بتاع ابنه، اللي هو الاب الروحي يعني بتاع ابنه. فبيضحك ويقول له ان اعظم محقق في العالم. شوفوا ازاي بقى متفاجئ، وباتمان هو كمان بيضحك ومبسوط. في نفس الوقت بنشوف لويس لين مرات سوبرمان بتعمل تحقيق صحفي في مكان مهجور شويه مع المصور الصحفي بتاعها، وهنا فجاه بيظهر الجوكر ويقتل المصور اللي معاها، بيخطف لويس لين. تاني يوم بنشوف سوبرمان وهو مرعوب هيتجنن وقاعد بيدور على مراته في كل حته، بس اللي سوبرمان هيلاقيه هو المصور اللي كان مع مراته وهو ميت، وفي كارت للجوكر عليه دم موجود في المكان في نفس الوقت كان باتمان بيعمل تحقيق في مختبر ستار، وبيلاقي شويه من الكريبتونايت مسروق من هناك. فباتمان بيبدا ان هو يحقق مع العلماء وليه هم كان اصلا معاهم كريبتونايت من الاول. فبيقولوا له ان هم كانوا بيحاولوا يستخدموا الكريبتونايت ان هم يحولوه كمصدر للطاقه او حتى يعالجوا بيه الامراض. فباتمان بيبقى قلقان وخايف من اللي سرق حاجه زي كده، وايه هو مخططه، وايه هو اللي ممكن يعمله بحاجه كبيره زي كده. فبيقول لهم محدش يخرج بره المعمل خالص. وهنا فجاه بيظهر سوبرمان وبيقول لباتمان ان هو مش لاقي مراته خالص لويس لين، وبيوريه الكارت بتاع الجوكر اللي لقاه جنب جثه المصور، وبيقوله ان هو لازم يساعده. فباتمان بيكتشف ان هو ما عندوش وقت كتير للتفكير اصلا، وان ممكن الجوكر بيخطط لحاجه وحشه جدا. فبسرعه باتمان بيكلم كل اعضاء الجاستس ليج وبيقول لهم ان دي مهمه خطيره جدا جدا، وكله يركز معاه عشان دي حاله طارئه بشكل كبير. وبيقول لهم ان كل الابطال الخارقين اللي هيسمعوا رسالته ينتشروا في مدينه سوبرمان متروبوليس، ويدوروا باسرع وقت ممكن عن واحده ست صحفيه اسمها لويس لين. فهنا بيبقى مستغرب اعضاء الجاستس ليج ليه باتمان عايز كل الابطال الخارقين فجاه يدوروا على شخص واحد مفقود، وليه الموضوع مهم كده. فباتمان بيقول لهم الموضوع مهم جدا جدا اكتر ما هم متخيلين، وكل المعلومات اللي عنده ان الجوكر هو اللي خطفها. وهم بيبقى عندهم فضول وبيسالوه مين الست ديت عشان تبقى مهمه كده. فبيقول لهم دي واحده مننا، ده كل اللي انتوا المفروض تعرفوه. فبيبدا كل الابطال الخارقين ينتشروا في كل حته في المدينه بتاعت متروبوليس، بيدوروا عليها او حتى بيدوروا على الجوكر. فلاش بيروح يلف في المدينه كلها في ثواني، فبيلاقي حاجه وبيروح لباتمان عشان يقول له، وبعدين بياخده عشان يوريه الحاجه ديت. فبيلاقي الراجل اللي هو الفزاع ميت. ووندر وومن في نفس الوقت بتكلم باتمان وتقول له انها لقت واحد بيقول لها ان الجوكر مش في مدينه سوبرمان اساسا، مش مدينه متروبوليس، وان الجوكر كان معاه واحده تانية اللي هي هارلي كوين، والاتنين دول خطفوا غواصه ونزل بيها الميه. اول ما سوبرمان بيسمع حاجه زي كده بيروح بسرعه جدا يدور عليها، وبيلاقي الغواصه فعلا وبيطلعها من الميه. بيكسر الباب ويخش يلاقي الجوكر وهارلي كوين رابطين مراته وبيعملوا فيها حاجه، بيعملوا لها عمليه. فسوبرمان بيتصدم كده وبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل. وهنا الجوكر بيقوم مطلع فجاه غاز بيصيب فيه سوبرمان، وسوبرمان بيدوخ. لما سوبرمان بيفتح عينه تاني ويركز بيشوف الشرير اللي اسمه دومز داي، الوحش الجبار قدامه. فبسرعه كبيره ومن غير اي تردد ومن غير اي تفكير سوبرمان بيهجم عليه وبيطير بيه لفوق لحد ما يوصل للفضاء. والجوكر وهارلي كوين بيهربوا بره الغواصه، فبيوقفهم جرين لانترن وباقي الابطال الخارقين. وباين جدا جدا ان الجوكر مش مهتم اساسا ان هو اتقبض عليه، وكانه كان مستنيهم يقبضوا عليه. فباتمان بيخش الغواصه عشان يحقق جوه ويدور على لويس لين، فما بيلاقيش حاجه اساسا وبيطلع مستغرب. فبيخرج بره ويسال الجوكر فين لويس لين. وهنا الجوكر هيقول له حاجه صادمه فشخ، حاجه مرعبه. هيقول له شغل دماغك كده شويه يا باتمان وفكر ممكن تفهم. فباتمان هيرد عليه ويقول له انت عملت فيها ايه؟ هيقول له ان في زرار بيشغل صواريخ نوويه موجوده في الغواصه والصواريخ هتفرقع وتنفجر اول ما قلب لويس لين يقف. فباتمان بيستغرب وبيقول له وهي اصلا قلبها هيقف ليه؟ هي فين؟ وهنا هيدرك باتمان حاجه، ان الجوكر هو اللي سرق الكريبتونايت وعمل منه غاز بيسبب هلاوس. فهيكلم بسرعه على سوبرمان ويحاول ان هو يدرك الوضع ويقول له وقف اي حاجه انت بتعملها بسرعه، كل اللي انت شايفه هو مجرد هلاوس، هو مجرد وهم. فسوبرمان هيقف ويحاول ان هو يركز. في نفس الوقت الجوكر بيقول لهم وانتوا عارفين ان هي كانت حامل؟ سوبرمان بيسمع قلبين مش قلب واحد بيدق، ويكتشف ان كل كانت لويس لين مراته، مش الشرير اللي هو اسمه دومز داي ولا حاجه، وان ده كله كان مجرد هلاوس. وهنا بيتصدم سوبرمان وبيعيط وقلب لويس لين بيقف.
وبينفجر كل الصواريخ الحربيه النوويه اللي كانت موجوده في الغواصه ديت في مدينه متروبوليس بتاعت سوبرمان. انفجار ضخم جدا جدا بيدمر فيه المدينه كلها. بعد كده بنشوف سوبرمان نازل بمراته الميته على الارض تاني، وفي نفس الوقت باتمان بيكلم الجوكر ويقول له انت خدت منه مراته وقتلتها وقتلت ابنه اللي لسه ما اتولدش حتى، وكمان دمرت المدينه بتاعته. فبيقول له ليه انت عملت كده؟ باتمان مستغرب وبيقول له ان كل اللي انت كنت بتعمله كل حاجه كانت ما بيني وما بينك احنا الاثنين بس، كل جرايمك كان ما بيننا احنا الاثنين، ليه عملت فيه هو كده؟ ليه دخلته اصلا في حواراتك وجرايمك؟ وهنا الجوكر بيقول له ان هو زهق من كتر ما بيواجه باتمان، وكل ما بيواجهه بيخسر، فكان محتاج محتوى جديد، كان محتاج مهمه اكبر وتكون اسهل. وبيقولوا ان هي كانت مهمه ممتعه جدا وسهله. في نفس الوقت بنشوف فلاش وجرين لانتر انقذوا اكبر عدد ممكن من السكان المدينه ديت اللي انفجر فيها الصاروخ النووي دوت. فبيقول له انت حاولت تخش تكلم سوبرمان جوه في المدينه اللي متدمره ديت؟ فيقولوا ان هم مش عارفين اصلا ان هم يخشوا المدينه ديت بسبب الاشعاعات النوويه الموجوده، وان سوبرمان هو الوحيد اللي يقدر يستحمل الاشعاعات النوويه ديت، فما يقدروش ان هم يخشوا له جوه. في نفس الوقت بنشوف وندر وومن راحت لسوبرمان تكلمه، ونلاقي سوبرمان بيعيط ومنهار. بعدين بيديها مراته وبيسيبها ويقول لها استنيني هنا لحد ما ارجع وخلي بالك منهم، ويسيبها ويطير. هنا بيحاول يقطعه جرين لانترن وبيحاول ان هو يكلمه، بس سوبرمان هيساله هو فين الجوكر، يعرف منه ان باتمان خده للسجن في جاثام سيتي. فبيمشي سوبرمان وبيحاول برضه جرين لانترن ان هو يوقف سوبرمان ويحاول ان هو يهديه، فبيحطه في سجن كده صغير ويقول له ان انت غضبان دلوقتي ومتعصب، فاهدى الاول ونتكلم قبل ما تروح عشان ما تعملش حاجه تندم عليها. فسوبرمان بيكسر السجن دوت، فبيحاول تاني جرين لانترن ان هو يوقفه، وهنا سوبرمان بياخد منه الخاتم بتاعه وبيسيبه يقع من فوق. فهيجي جرين لانترن بسرعه يحاول يكلم باتمان يحذره من ان سوبرمان جاي له، فسوبرمان هيدمر السماعه اللي في ودنه وينزله على الارض ويقوم ماشي، وبعديها يروح لسجن جاثام يدمر الحيطه ويدخل يزق باتمان ويمسك الجوكر ويضربه ضربه تشق بطنه وتطلع من الناحيه الثانيه ويموت الجوكر. بس في نفس الوقت بص على رياكشن باتمان. هنا صدمه باتمان ان المحتوى بتاعه مات، فباتمان زعلان على صديقه الجوكر، ازاي تقتله يعني يا سوبرمان؟ يعني ايه مشكله يعني وقتل مراتك الحامل في ابنك ودمر مدينه متروبوليس كلها وقتل ناس كتير فشخ، ما فيش مشكله يعني. بس مش دي الفكره، الفكره في سوبرمان نفسه. بعد احداث اللي حصل ديت سوبرمان هيتحول تحول 180 درجه خالص، هتشوف شخصيه جديده من سوبرمان. هختصر لك بسرعه الاحداث اللي هتحصل بعد الحوار دوت. شفت سوبرمان الطيب دوت خلاص هيبقى انتهى خلاص بعد ما مات مراته وابنه والمدينه بتاعته اتدمرت. سوبرمان هيبقى مليان غضب وحزن وهيتحول لطاغيه، هيتحول لديكتاتور. هيفكر في فكره واحده بس، وهو عشان يمنع حدوث اي حاجه شريره تحصل تاني، فاللي هو المفروض يعمله هو ان هو يسيطر على العالم كله ويدمر اي حاجه بتهدد السلام. ومن هنا بيبدا ان سوبرمان يبقى ديكتاتور ويحاول يسيطر على كل العالم، واي حد بيقف قدامه في هدفه دوت بيدمره بقوته على طول، ما بيفكرش كتير. وبيجمع فريق من الابطال الخارقين بيخليهم ينضموا ليه عشان يسيطروا على العالم دوت ويخلوا العالم دوت عايش تحت نظام ديكتاتوري ويعيش في سلام غصب عنه. على الجانب الاخر بقى تلاقي باتمان ما وافقش على الكلام دوت، ما وافقش على اسلوب سوبرمان العنيف دوت، فبيبدا ان هو يكون فريق تاني يعمل مقاومه ضد نظام سوبرمان، وبرضك هو كمان يجمع ابطال خارقين ينضموا ليه، فيتحول الموضوع الى حرب ما بين باتمان والابطال الخارقين اللي معاه وسوبرمان والابطال الخارقين اللي معاه. ويشوف باتمان ان هو ما ينفعش ان السلام تحققه عن طريق الخوف والقمع للناس، وان ما ينفعش يكون حد اصلا عنده القدره ان هو يسيطر على العالم كله، ما ينفعش حد يكون عنده القوه ديت. فبنشوف بقى في فريقين بيحاربوا بعض، فريق بتاع باتمان وفريق بتاع سوبرمان. يعني مثلا وندر وومن هتنضم لفريق سوبرمان، وعلى الجانب الاخر هتلاقي مثلا جرين ارو كابتن اتوم الاثنين بينضموا لباتمان. هيحصل بقى احداث مجنونه جدا في القصه ديت، بس احنا مش هنحكي الاحداث دي في الفيديو بتاع النهارده. لو انت عايز ان احنا نحكي بقيه القصه ونحكي ايه اللي هيحصل ما بين سوبرمان ضد باتمان فقول لنا في الكومنتات ونعملها في فيديو تاني. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتعمل لي فولو على الانستا، وبس كده، سلام.